صباح الخير. حكاية باختصار جميلة، حكاها الأستاذ وجدي الحكيم، وكان مسؤول عن تسجيلات الإذاعة. كلفه الرئيس الراحل أنور السادات إن بليغ حمدي يتقابل مع الشيخ سيد النقشبندي. طبعا الفكرة بتاعت إن بليغ يلحن للشيخ سيد النقشبندي بتاع الابتهالات فكرة قد تبدو غريبة على الشيخ سيد. والحكاية اللي اتدهست واتهرست كتير إن وجدي الحكيم قال للشيخ سيد: أنت اقعد مع بليغ نص ساعة، وبعدين في الآخر هنقول لسيادة الرئيس إن الحكاية يعني ما توفقتش وخلاص، وكل واحد يروح لحاله. قال له: خلاص، أنت لو لقيتني يعني لسه بالعمة والعمامة، يعني أعرف إن الموضوع، لو لقيتني قلعت العمة يبقى خلاص الدنيا بقت كويسة. قعد مع الولد الشقي بليغ حمدي، دخل عليهم حسب حكاية الأستاذ وجدي الله يرحم الجميع. لقى الشيخ سيد النقشبندي قلع الجبة والقفطان وقاعد يسمع إلى التجليات اللي عملها بليغ حمدي في اللحن. طبعا ما في واحد في العالم بيسمع هذا اللحن إلا إنه بيتحول فجأة إلى كائن آخر. أي بني آدم بيسمع صوت الشيخ النقشبندي وألحان بليغ وكلمات الرجل الصوفي الجميل عبد الفتاح مصطفى، وهو بيقول: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. إيه ده أنا وأنا بقول دلوقتي برتعش والله. الناس دي كان عندهم إيمان بالله، والإيمان بالله دايما بيجي في النفحات وحالات التجلي. طبعا وقتها بليغ حمدي كان داس مصر كلها أغاني رشدي وعبد الحليم وأم كلثوم، فكون إنه يتعامل مع هذا اللحن بهذا الرقي وهذا التصوف وشيء غير مسبوق في الشيخ طبعا سيد النقشبندي له ابتهالات كتيرة، لكن هذا الابتهال من وجهة نظري الصغيرة هو أيقونة الابتهالات الدينية للشيخ سيد النقشبندي والشاعر عبد الفتاح مصطفى. طبعا عبد الفتاح مصطفى ليه 10 ابتهالات لعبد الحليم حافظ معروفين طبعا، بيغنيهم عبد الحليم حافظ، لكن وهو طبعا كان رجل أقرب إلى التصوف، يعني مش شاعر بنسمع عنه حكاوي وحكايات كبيرة من الشعر زي الشعراء، لكن هذا الرجل هو اللي هو الشاعر عبد الفتاح مصطفى. تخيل بقى عبد الفتاح مصطفى بطبطه ورقيه وتصوفه بيتقابل مع الشيخ سيد النقشبندي بصوته اللي انا ما اعرفش اصلا هو حنجرة الشيخ فيها ايه. حاجة غريبة جدا. انا واحد من الناس ممكن اكون مريض بحاجات الأصوات، يعني في أصوات معينة أو في مشاهد معينة
تفضل لو شفتها أكتر من مرة أو اتعاملت معاها أكتر من مرة، نفس الحالة الأولانية بتمتد. يعني مولاي وأقوم بالليل والأسحار والشغل العالي الغير طبيعي والغير ممكن في الابتهال ده. أنا بقول الحاجات دي ليه؟ بقول إن الفن زمان كان حالة من حالات الإيمان بالله، والموهبة وتسخيرها هي حالة من حالات الإيمان بالله. دلوقتي طبعا ما فيش مقارنة ما بين ما بنسمعه وما بين أي حاجة تاني لها علاقة لا بالوجدان ولا بأي حاجة. وأنا يعني يمكن مش بتكلم على فنيات العمل قوي، لكن أنا بستدعي الحالة وبحاول أنشط لكم الذاكرة إن إحنا كان عندنا فن عظيم. هذا الفن العظيم هو هيفضل موجود لحد يوم القيامة. وصباح الخير.